مرحبا واهلا وسهلا بكم بقناتي. اليوم رح نسوي انا وياكم الكليتشك ليش العيد. كل عام وانتم بخير، ما بقى شي على العيد 3 ايام. ان شاء الله يا ربي الصحة والعافية والامن والامان على العالم كله يا رب. طريقتنا كلش سهلة وكلش بسيطة، وطبعا الكليتشر راح تطلع ويانا راح تطلع جدا هشة وجدا لذيذة. نقدر نعتبرها يعني من يعني مضمونة 100%. والمكونات مثل ما نشوفها هي هاي كل المكونات ويانا. عندنا ويانا هنا ضيفة شرف اليوم راح تساعدنا لولو. بقية أولادي بالمدرسة إن شاء الله من راح يرجعون يساعدوني. وتعرفون انتو كليشة العيد ولمة العيد هاي يعني كلش ضرورية، حتى خصوصا للأطفال حتى نحسسهم بأجواء العيد الحلوة. يلا امشي نبدي بالمكونات مالت الكليتش على السريع. عندنا ويانا هنا كيلو طحين، عندي طحين أبيض مثل ما تشوفون، وعندي هنا كوبين من السمنة. أنا مستخدمة هنا هاي السمنة الحيوانية. انتو براحة تكون بعد أي نوع سمنة تبدون تستخدمون، نباتية يصير، وأيضا إذا حبيتوا تستخدمون زبدة، بس أنا حبيت بأنه تكون نكهة الكليتشة غنية، فراح نستخدم إحنا كوبين من السمنة. وراح نستخدم ايضا ربع كوب من الزيت النباتي. راح نستخدم ايضا شكر او سكر نص كوب، وانتو حسب رغبتكم. هي بالوصفة الاصلية ربع كوب، لكن انا احب يعني شوية تصير حلوة اكثر. وراح نستخدم تقريبا كوب حليب. وبالنسبة لي انا ما راح اسوي كوب كله، راح اقسمه نصين. راح استخدم وياه ماء الزهر. ماء الزهر راح ينطي طعم كلش كلش طيب، وراح يضيف له هيك نكهة غنية للكليتشر. فراح استخدم نص كوب من الحليب ونص كوب من مي الزهر. طبعا عندنا ظرف بيكنج باودر او ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وعندنا رشة ملح. بالنسبة للحشوة راح استخدم اني التمر، وراح استخدم مبروس جوز الهند. راح اخلط وياه شكر او شيرة على حسب ما اني يعني شنو انتو متوفر عندكم تقدرون تستخدموه. انا حسوي وياه شيرة، راح اسوي مثل عجينة الهشة، وراح احشي بيها الكريتشة. وانتو بالشي اللي متوفر عندكم تقدرون تحشوه بالمكسرات واي شيء ان شاء الله ينفع بيها. بالنسبة للتمر انا راح استخدم بالتمر ويا الهيل والدارسين. وانتو على حسب رغبتكم شنو الشيء اللي تحبوا تضيفوه ويا التمر. وبالنسبة للطحين اذا حبيتوا تضيفوا له هاي الحوايج مالت الكليتشة هم ينفع، ماكو اي مشكلة، بس انا حستخدمها اليوم سادة وراح يكون طعمها بمي الزهر مثل ما قلنا. ويلا امشي نروح نشوف طريقة العمل. راح ناخذ كل المواد الجافة وراح نضيفها على الطحين. حنضيف اول شي السكر، راح نضيف رشة الملح، وراح نضيف ايضا البيكنج باودر. هو تقريبا ملعقة كبيرة بيكنج باودر. وراح نبدي نخلط المكونات كلها سوية الى حد ما تتجانس ويا بعضها. من بعدها راح نضيف الربع كوب الزبدة، اقصد الزيت النباتي، وراح نضيف الكوبين السمنة. لا تخافون بنات، هذا الشي طبيعي. اذا شفتوها هي شوية حتكون طرية او هشة بالبداية من راح تعجنوها، بس هذا الشي طبيعي. هو هذا الشي اللي حيخليها تكون طرية ومذاقها هيك تذوب يعني بالفم. فخلوني هسه اخلطها. اول شي بالبداية ما نعجنها، هيك نظل نقلب بالطحين الى حد ما تقريبا يتجانس اغلبية الطحين كله سوا. من بعد ما نشوفها هيك وصلت راح نبدي نفرك العجينة. ناخذ احنا الطحين ونحاول نفركه بهالطريقة،
ناخذ من الأسفل إلى الأعلى بحيث كمية الطحين كلها تتشرب بالكليتشة. أول شي بالبداية نحاول بأنه بإيدينا بحيث الطحين كله يكون مغطي بالسمنة والزيت، وبعدين وراها راح نبدي نفركه. مثل تلاحظون هسه صارت ويانا كلها اختفى تقريبا الطحين كله راح. هسه راح نبدي نفركه، ناخذ شويه شويه هيجي ونحاول نسويها بهالطريقه مثل ما تلاحظون، شويه شويه ونحاول نفركها. وهي سر نجاحها بهذا الفرك، ناخذ كل شويه فد كميه قليله او على حسب انتو اللي يعجبكم، وظلوا تفركوها الى حد ما تحسون بانه كل العجينة اتمزجت ويعني تشبعت كلها بالسمنة. مثل ما تلاحظوها هي كلش هشة هسه حاليا. من بعد ما كملنا الفرك راح نبدي نعجنها، نحاول على قدر الامكان نعجنها هي تقريبا يعني أصبحت جاهزة. نتركها هسه حاليا على جانب لفترة معينة. بهالفترة هاي راح نحاول نسوي الحشوة مالت الكليتشة. هسه راح نبدي بين ما عندنا شوية ترتاح العجينة راح نبدي نسوي التمر. هذا التمر هو منزوع النواة او مثل ما بعض الناس يسموه العجوة. هيك يكون. انا عندي هنا تقريبا كيلو تمر منزوع النواة جاهز يعني وحاضر ومشتريته بهالطريقة. راح اضيف عليه شوية من الدارسين، وراح اضيف عليه همين رشة هيل. وانتو بعد حسب يعني اختياري، اذا تحبوها سادة يعني بدون اي طعم ثاني مجرد بس طعم التمر او طعم يعني الهيل، هذا الشي راجع لكم. راح اروح اعجنها وارجع لكم. وهذا شكل التمر من بعد ما سويناه. سويت على شكل دوائر صغار على مود حتى يسهل علينا التعامل وياه والعمل بيه ويا الكليتشة. هسه خلينا نرجع للكليتشة مرة ثانية. مثل تشوفوا هسه هي طريق يعني تقريبا نوعا ما صارت يعني قوية نوعا ما. فهسه ايش راح نبدي؟ راح نبدي ناخذ نص كوب الحليب. اول شي نضيف ربعه ونبدي نعجن، وكل ما نعجن نضيف شوية حليب او مي زهر على حسب انتو رغبتكم. اوكي خلوني ابدي اعجنها وياكم. نبدي شوية شوية اللي تشوفون انتو. ايلون حبيبي. وبعدين نبدي شوية شوية ونضيف ونبدي نعجن، نضيف ونبدي نعجن. انا حسيت هسه بانه هي محتاجة شوية حليب، قاعدة اضيف لها وابدي اعجنها مرة ثانية. بنات هسه ومن بعد ما تقريبا ربع الى ثلث ساعة عجنتها بصيغة متواصلة، تكونت عندي هاي العجينة الهشة. شوفوا حتى ما تلتصق شوف شلون تنشال، يعني ما شاء الله عليها صارت كلش طرية وكلش هشة. نصيحة بنات قبل لا نبدي نسوي الحشوة، خلوا في بالكم بأنه من طحين الطحين تختلف النوعية وتختلف كمية السوائل. يعني مثلا أني هذا احتاجيت له تقريبا كوب وربع من الحليب إضافة إلى المي زهر. انتوا على حسب الطحين اللي عندكم تقدرون مثل ما قلت لكم تعجنوه شويه شويه وتضيفوا له شويه شويه سوائل الى حد ما تشوفوها وصلت مرحله بانه خلاص يعني اكتفت. تشوفوها ما شاء الله شلون صارت العجينه. هاي يعني كميه السوائل اللي صارت بيها تقريبا كوب
وشويه، يعني كوب وربع تقريبا. وانتوا على حسب العجين مالتكم، اذا حسيتوها شويه قويه تضيفوا لها سوائل الى حد ما تطرى وتوصل هالمستوى. مثل ما تشوفون ما شاء الله صارت، شوفوا شلون هشه طريه وتتشكل مثل ما انتوا تريدون بالضبط. خلونا نخليها هسه على صفحه ونبدي نحضر شلون راح نشكل الكليتشه. وهسه راح ناخذ، طبعا الفرن حار صار له فتره من اول ما بدينا نشتغل بالكليتشه. راح ناخذ الكليتشه وندخلها وحنخليها على درجة حرارة 180 ومن فوق ومن جوا، يعني ونظل نراقبها الى حد ما يبدي وجهها يصير على لون ذهبي ونطلعها من الفرن. حبيباتي مثل ما تشوفون هذا شكل الكليتشه النهائي، ان شاء الله يا رب يعجبكم. شوفوا الاشكال عن قريب ان شاء الله. هاي شوفوا هذا الشكل شلون من بعد ما استوت ولونها صار ذهبي، وهاي شكل الوردة، هاي شكل القالب، هذا شكل القالب اللي بيه فتحة. ماذا تشوفون الورود، هذا كان هذا هيك صار شكلهم. ان شاء الله يا رب يعجبكم. بس قبل لا ننهي الفيديو حابة اقول نصيحتين كلش مهمات بنات لازم تخلوها بعين الاعتبار. الكليتشه اذا تحبون تسووها لا تخلون على القالب زيت او دهن قبل لا تخلون الكليتشه، ما يحتاج، لانه الكليتشه اصلا بها كميه زيت وسمن تكفي بانه تشيلين الكليتشه بدون ما ان تلتصق بحافة الصينية. اما اذا حبيتي مثلا في زيادة تأكيد او الصينية مالتش مثلا خربانة، يعني لاي سبب كان، تقدرين تخلين ورق الزبدة اللي هو يكون للكيك والمعجنات، هذا كلش حيفي بالغرض، تقدرين تستخدميه بدون ما تشيلين هم. هذا بالنسبة اول شغلة. ثاني شيء وهم نقطة كلش مهمة، بأنه إذا طلعتوها من الفرن بنات نهائيا لا تحركوها، بقوها بالصينية إلى حد ما تبرد تماما، يعني لمدة 10 دقائق ربع ساعة لحد ما تقدرون تلزموها للكليتشاية أو المعمولاية بإيديكم وتصير حرارتها يعني تحملها ايديكم. لانه هاي مثل ما حتشوفون هسه انا وياكم جدا هشه وجدا طريه، قد من الممكن بانه تتكسر باثناء ما انتي تحاولين تطلعيها من الصينيه، تتفتفت بايدك. مثل ما قلت لكم هاي كلش الكليتشه هشه، وهذا شكلها هي النهائي. ان شاء الله يا رب يعجبكم. خلينا نجرب انا وياكم شكلها عن قريب. باعوا بنات شلون شكلها، يعني ما شاء الله كلش هشه وطريه، وكل ما تبرد كل ما طعمها راح يصير اطيب. عاده احنا يعني هذا النوع من الكعك او هذا النوع من الحلويات نتركه لمده ليله كامله قبل لا نتذوقه او قبل لا نبدي ننطيه للاطفال او نبدي نوزعه، لانه كل ما يبرد كل ما يكون طعمه مركز اكثر. وما تعرفون يا بنات ايش قد ريحتها طيبه، يعني باثناء الشوي ما شاء الله ريحه المي زهر كانت طاغيه على البيت كله واحنا صايمين، يعني الله يكون بعوننا. فهذا كان فيديو اليوم. قبل لا انهي الفيديو، اذا حبيتوا بانه ترشون شويه شكر، يكون شكر مطحون، حيكون شكله كلش حلو بيه والطعم همين، يعني يصير طعمها روعه. وهذا الشيء اختياري حسب ما انتو عجبكم سووا، عجبكم ما عجبكم سووا براحتكم. تقدرون تضيفون شكر اصلا على العجينة ويكون تمام بعد ما تحتاجون لاي شيء. ان شاء الله يا رب هذا الفيديو استفاديتوا من عنده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، ومع الف سلامة.